السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد والآل وصحبه وسلم. تتبيلة حصريا عند حنان يا بنات، تتبيلة بعصير العنب الأحمر للفراخ. هتتبلي الفراخ بالعنب، أيوة، بعنقود صغنن كده. عايزين احنا قيمة بس كوباية يا بنات، يعني حبايتين ثلاثة عنب كده، هتعمليهم بجد تحفة مع الرز بقى الأصفر المبهر. حاجة في منتهى الروعة، في منتهى السهولة. هتعملي رز بالجمال ده، والفراخ بقى حصريا عندي بجد يا بنات، والله العظيم. بصوا انا ما بحبش احلف على الاكل، لكن بجد اوعدك انك هتاكلي فراخ. يعني بصي في حياتك عمرك ما عملتي بالطعم بالجمال ده. هتقولي فعلا يعني تتبيله مميزه جدا وحصري عندي. يا رب الفيديو ينور رضاكم فعلا وتنفذوه، لانه فعلا يستحق التجربه. ما تقوليش تتبيله غريبه، لا جربي وان شاء الله هتعجبك جدا، انا متاكده. تنسيش اللايك والاشتراك في قناتي، وندخل على التتبيله بتاعتنا. انا عندي عنقود عنب او شويه عنب، يعني حوالي نص كوبايه عنب. عندي طماطمايه وبصلايه وفلفل احمر، مش اخضر، احمر يا بنات. 3 4 فصوص توم، كوبايه حليب او لبن رايب او زبادي. عندي ملح وفلفل وبابريكا وورق رولي وحبهان مطحون وزنجبيل ورشه قرفه. والمقادير ديت كلها هكتبها لكم برضو في صندوق الوصف، علشان تبقى مكتوبه ترجعوا لها في اي وقت انتوا عايزينه. طيب نشوف طريقتنا. انا العنب اهوت يا بنات، زي ما قلنا اللي هي المقدار بتاعنا حوالي نص كوبايه، يعني ايه، عنب، حبات عنب. هحط عليه حوالي نص كوبايه ميه وهضربهم كويس في الخلاط. اهم حاجه بس هنصفيه، عشان مش عايزه انا اقشر العنب خالص. تمام، شايفين اللون والجمال؟ بيبقى خفيف كده يا بنات. انا عايزه القوام العسل ده. تمام. المقدار بتاعنا عايزين كوبايه، اللي هي ديت 200 مللي. كوبايه 200 مللي عصير عنب احمر، مش اصفر يا بنات، العنب الاحمر. تمام. بعد ما صفيناها كده هنرجعها تاني في الخلاط، وهنبدا نحط اللي هي البصل والفلفل الاحمر والطماطم والثوم. هنبدا يعني بصوا من كل حاجه يا بنات، يعني طماطمايه وقرن فلفل وبصلايه متوسطه. الثوم حوالي من 3 4 فصوص ثوم كبار، او 5 او 6 لو هم عندك الفصوص صغيره. طبعا الحليب او زبادي او لبن رايب برضو كوبايه، يعني اللي موجود عندك هنشتغل بيه، مفيش مشكله خالص. عندي هنا بقى معلقه دبس رمان، وده ممكن الاستغناء عنه، بس بيدي برضو بيعزز النكهه عننا. لكن لو مش موجود عندك خلاص ممكن الاستغناء عنه، وهنكتفي احنا الاساسي عندنا اللي هي عصير العنب الاحمر. ويانا ده المهم جدا في الوصفه. اضربي بقى كل المقادير مع بعض وهنصفيهم برضو، عشان انا عايزه التتبيله تبقى ناعمه جدا، ما فيهاش اي شوائب من البصل او الفلفل. نبدا بقى نحط اللي هي البهارات عندي كده. انا بحبش احط البهارات في الخلاط، لان هو ساعات مع الضرب الكتير بتسود. عندي بقى الأوراق، أو عندي فرخة سليمة، أو عندي أجنحة، أو لو فرخة متقطعة برضو، كل اللي هي أجزاء بتاعت الفراخ هتنفع للتتبيلة ديت يا بنات. والله بص التتبيلة في منتهى الجمال. بصوا يعني بجد طعم وهم من الآخر يعني. طيب هنسيبها قد ايه؟ هنسيبها اقل حاجه ساعتين. لو هتبيتيها كمان في التتبيل هتبقى يعني اجمل واحلى. لكن ما فيش اقل من ساعتين، عشان تاخد وتدي كده مع نفسها في التتبيله. تديك الطعم المميز بتاعها. رصي بقى اللي هي الفراخ بتاعتك. بعد كده هنحط التتبيله كلها يا بنات. التتبيله كلها هتبقى كتيره شويه، ما تقلقيش، كل ده هينشف في الفرن وهيطلع لك صوص في منتهى الروعه. طيب انا مش هغطيها يا بنات، مش هغطيها، هحطها بقى في الفرن على حراره 200 في الرف الاوسط، ونسيبها لغايه تعيش كده حياتها لغايه ما هتستوي، ونرجع ونعمل اللي هي الرز. نشوفه ايه هنعمله سوا مع بعض. طب انا عندي بقى هنا معلقتين سمنه كده كويسين كده، يعني ايه، زودي بس كده في السمنه. هو الرز البسمتي بيحب يعني ايه الإدام شويه. بعد كده انا عندي بصله متوسطه مبشوره. بعد كده هنبدا نقلبها يعني تقلبتين ثلاثه كده. انا عايزه بس يعني ايه المهم اللون يعني اصفر، حاجات بسيطه دلوقتي، وهنشوفه هنشوفه سوا. طبعا كل ده على نار متوسطه، بلاش عاليه، علشان البصل ما يتحرقش مننا. تمام. لغايه ما وصلنا اللي هي المرحله دي، شايفين هو البصل ده يعني دوبك خد اللون بدايه الاصفرار كمان. بعد كده هنبدا نحط اللي هي في المنكهات، واللي هي البهارات بتاعتنا بالنسبه للبصل. تعالوا نشوف الاول اللي هي المنكهات يا بنات. انا عندي هنا قرفه خشب، عندي ورق لوري، عندي حبهان، عندي قرنفل برضو، يعني حبهان ورقتين، فصين برضو اللي هي قرنفل. بعد كده هبدأ الفلفل الأسمر، دي بهارات بقى فلفل أسمر. وعندنا زنجبيل مهم برضو جدا في الرز البسمتي. بعد كده هنبدأ نحط بقى ايه حبهان ولوري، اللي هو مطحون يا بنات برضو.
بعد كده معلقتين كركم، معلقتين صغيرين كركم، ورشه قرفه او نص معلقه قرفه. لو انت مش عايزه القرفه اللي هي المطحونه خلاص ممكن تكتفي باللي هو اللي احنا عملناه، اللي هو العود الخشب بتاع القرفه. وقلبي قلبي كويس جدا. بصوا بقى الطعم المميز بقى، ده السر كله بقى. ده يعني معلقه كبيره زر ورد يا بنات، ده بيتجاب من العطار، موجود في اي نوع، يعني اي عطار بيبقى موجود عنده. معلقه كبيره زر ورد. بصوا بقى بيودوا الرز البسمتي ده لمكان تاني خالص. ده السر بتاع الرز البسمتي بالظبط، كانك انت شارياه من بره من افخم المطاعم والله يا بنات، يعني بشهاده الجميع هنا. ما تنسيش طبعا الملح. حطينا بقى معيار اللي هي الرز. نحط معيار الشوربه او ميه، حطيه اللي هي على قد معيار الرز. كوبايه رز بسمتي بتاخد قصادها كوبايتين شوربه او ميه على حسب الكميه الرز اللي انت هتعمليها بقى. ظبطي ايه اللي هي المقادير بتاعتك، وخليه كده على النار عاليه لغايه ما اللي يتشرب من الشوربه او الميه اللي انت حطيتيها. لو حطيتي ميه ممكن تحطي مكعب ماجي، او لو انت عايزه تستغني عنه خلاص مفيش مشكله. نهدي بقى عليه النار خالص. هياخد من حوالي من تلت لنص ساعه لغايه ما هيستوي. هيطلع بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. احلى رز ممكن تعمليه في حياتك بطريقه سهله جدا. هي كل الرز البسمتي ايه كله عباره عن شويه بس بهارات، والكركم بتاعنا ده اللون الاساسي بتاعنا. شايفين مفلفل، مفيش رزايه لازقه في التانيه. ده الرز هندي طويل الحبه يا بنات، ده ممتاز جدا يعني. هاتي، هو يمكن غالي شويه بس ده هتاكلي الرز بصراحه، يعني اسمه رز بسمتي، لان اللي في انواع تانية ما بتبقاش، يعني بتبقى ارخص شويه بس ما تبقاش هتديك النتيجه المطلوبه خالص وبتتكسر. فحمايه بقى ديت، والخطوه دي اختياري يعني، بس حطيها هتفرق جدا في الطعم. كده خلصنا الرز. تعالوا بقى نشوف الفراخ بتاعتنا. ده بعد حوالي ساعة وربع يا بنات، بعد ما في النار يعني. نبدأ بقى ناخد كده من الصوص بتاعها الرهيب الفظيع الخطير. حطي بقى عليها كده تتشرب بالشكل ده، ويتعزز كمان اللون. يعني لغاية المرحلة ديت لو انت بتحبي الصوص بتاعها كتير كده، مش ميه ده يا جماعه والله، ده صوص. بصي بيتغمس بقى بيه كده. الرز انسي طعمه فظيع. لو عايزه تخليه ينشف شويه ممكن تسيبيه في الفرن شويه هينشف ويتحمر اكتر. هي الفراخ لكن هي بتاخد من ساعه وربع لساعه ونص في الفرن. يعني السوى الفراخ بتاعتنا من ساعه وربع لساعه ونص. الفحمه برضو ده اختياري، عايزاها برضو حطيها بتديك نكهه جميله، مش عايزاها ده اختياري ممكن تستغني عنها خالص. عملنا صينيه فراخ فظيعه يا بنات. العزوماتك بقى هيقولوا لك فعلا هي طعم وهم. هيقولوا لك انت حاطه حاجه مختلفه خالص، انت غير اي مره بتعملي فيها فراخ. جربي يعني ما تستغربوش الطعم يا بنات والله ابدا. طعمه فظيع، ما تقوليش هيطلع مسكر، لا طعم الفراخ يعني مختلف خالص وجميل جميل جميل يعني. يا رب فعلا تجربوها، وان شاء الله انا واثقه ان هو فعلا طعمه ولون وريحه هتعجبكم جدا. ايه رأيكم بقى؟ حبة رز ممتازين، فراخ في منتهى الجمال والروعة. يا رب الفيديو نور رضاكم وتنفذوه بجد لانها وصفة تستحق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله الفيديو جديد بإذن الله. السلام عليكم.